الفوز في هذه المباراة، وخاصة فريق الأهلي يلعب على أرضه وبين جماهيره. محاولة لمصلحة الفريق المصري. أبو تريكة الآن يعكس كرة عرضية، فرصة الهدف بضربة رأسية عن طريق عماد متعب. أبو تريكة بالمقاس، هي كرة وعماد متعب يتمكن من التسجيل بضربة رأسية محكمة يخالف شباك الحارس سفيان عز الدين لتهتز مدرجات ملعب القاهرة. الأهلي يعلن عن تقدمه في هذا اللقاء، وعماد متعب يقول كلمة التفوق. فرحة كبيرة في مدرجات ملعب القاهرة. دائما جمهور الأهلي مفردات الفرح ومرادفاته على لسان حبان القلعة الحمراء. الإعادة من جديد في كرة إمهدها أبو تريكة. عماد متعب اللي كان متمركز في التوقيت المناسب خالد سفيان عز الدين بهذه الراسية، ويعلن عن أسبقية لمصلحة فريق الأهلي. الإعادة مرة أخرى في كرة أبو تريكة، والكرة طار معها عماد متعب ليتمكن من التسجيل. تتغير النتيجة، الأهلي ياخذ الأسبقية بكرة عماد متعب اللي غلط من خلالها حارس المرمى سفيان عز الدين. فرحة المدرب مانويل جوزيه سريعة. عماد متعب مع الكرة، عماد ينتظر مساندة، انطلاقة للاعب الحيوي أحمد فتحي، عرضية من أحمد فتحي، عماد متعب الهدف الثاني. عماد متعب، هي الثنائية لعماد، هي الثنائية لهذا المهاجم الخطير. مر الكرة باتجاه أحمد فتحي، أحمد فتحي يرجع له الكرة وعماد متعب يسكنها داخل الشباك. ثنائية لهذا الهدف للمهاجم المهم عماد متعب، يتمكن من زيارة شباك المولودية للمرة الثانية، هذه المرة بتسديدة قوية تسكن الشباك. الأهلي يتقدم 2-0 بفضل تألق هذا الهداف، بفضل إمكانيات عماد متعب في التسجيل. الأهلي يعلن عن تقدمه هدفين مقابل شيء. شوفوا الكرة القوية اللي غلطت سفيان عز الدين، وعماد متعب في المبعد ووراء المحاولة مر باتجاه أحمد فتحي. أحمد فتحي هيأ له الكرة، وعماد متعب كيفما جاء سددها باتجاه المرمى. كرة متعب أخذ الطريقة نحو الشباك لتعلن عن ثاني أهداف العمدة مع الأهلي في هذا اللقاء. الأهلي بفضل عماد متعب يتقدم بهدفين مقابل شيء، وسط غضب واضح من جانب الحارس سفيان عز الدين. 2-0 تتغير النتيجة، والأهلي يتمكن من التدعيم. المباراة ستزداد صعوبة أكثر على الفريق الجزائري.